فاكرين لما عمرو دياب قال حلوة البدايات كلها حكايات؟ بس تفتكروا البدايات دي هتقعد قد ايه؟ للأسف هو ما حددش. كان في راجل فاضل في روسيا سنة 1728 اسمه القيصر بيتر الثالث. الراجل ده كانت خالته الامبراطورة اللي بتحكم روسيا، واخد لي بالك اللي بتتغرى على اصحابك عشان خالتك بتشتغل في الشارع العقاري. المهم بعد ما خالته الامبراطورة ماتت الله يرحمها اعلن نفسه امبراطور روسيا. الراجل ده بقى عمل انجازات محترمه جدا، الغى التعذيب في السجون والغى الشرطه السريه وعمل انجازات كتير في فتره قصيره 180 يوم بس، لحد ما مراته قالت له بيبي كفايه عليك كده، وقادت انقلاب ضده مع سلاح الحرس القيصري واتقبض عليه واترمى في السجن، وبرضه قتلوه وهو في السجن، مع ان الراجل ده اصلا ملحقش يعمل حاجه. ده كل اللي حكمهم 6 شهور. ده لو دخل اكاديميه الشرطه بتاعت روسيا كان قعد مده اطول من كده. لكن هل ده الحاكم الوحيد في التاريخ اللي قعد المده القصيره دي؟ سنة 1553 في انجلترا وصلت للحكم بنوتة صغيرة جميلة اسمها الليدي جين جراي. الست ليدي بقى اتصنفت على انها صاحبة اقصر فترة حكم في تاريخ انجلترا. عارف حكمت انجلترا كام سنة؟ 9 ايام. اللي هي دي مش فترة حكم، دي تستر، اللي هو خدي يا انسة دوقي بريطانيا، لو عجبتك هجيب لك منها. المشكلة مش في ان الانجليز خلعوها من الحكم بعد 9 ايام، ما يغور الحكم باللي فيه، خدنا ايه يعني منه غير وجع الراس. لا انا بتكلم جد، هي وصلت فعلا لقطع الراس. ايوه، لما الشعب رفضها وجاب ملكه غيرها، الملكه الجديده اعتبرتها خاينه وسجنتها في سجن البرج، مع ان الشعب الانجليزي الطيوب كان بيطالب باعدامها. في الحقيقه مش عارف ليه يعني، لكن الملكه الجديده قالت حرام، دي لسه عيله صغيره، واكتفت بسجنها. الحاج ابو جين يسكت؟ لا، عمل مظاهرات بره وحركات تمرد عشان يخلع الملكه ويرجع بنته. قامت الملكه ماري جايباها هي وكل المعارضين وقامت قطع راسهم. تحت كده يا عم الحاج ابو جين. تفتكروا في حد قعد مدة أقصر من ال9 أيام بتوع الليدي جين؟ ده في واحد بقى حرق دم أنا شخصياً بالمدة اللي قعدها، وهو الملك لويس ال19 ملك فرنسا سنة 1830. الراجل ده بقى أبوه نزل عن العرش زي أي أب في الدنيا عايز يرتاح في آخر أيامه ويسلم مفاتيح الدكانة لابنه الكبير، لكن ابنه الكبير ده كمان ساب الحكم بعد استلامه ب20 دقيقة بالظبط. ده أنا لو حاجز نص ساعة بلاي ستيشن والكهرباء قطعت بعد 20 دقيقة مش هسيب الجهاز غير لما الكهرباء ترجع أو يشتروا مولد. لكن ده ساب الحكم كده بعد تلت ساعة بكل بساطة عادي. طب يا راجل قفلهم ساعة طيب. لكن الأغرب من المدة اللي حكمها لويس ال19 هو السبب اللي ساب علشان الحكم أصلا. ساب الحكم بسبب الاحتجاجات. هي الناس لحقت تعرف اسمك؟ كانوا بيحتجوا على إيه؟ ومن الصدف العجيبة كان في ملك تاني في البرتغال ساب الحكم بعد 20 دقيقة برضه، وكان اسمه لويس، بس لويس فيليب. هو عموما واضح ان اسم لويس ده شكله نحس على اصحابه. انا ما شفتش واحد اسمه لويس وربنا كرمه ابدا. وعلى كت ايه؟ خلاص اقفل الحلقة على كده، احنا خلصنا ايه؟ احنا مش متفقين على ساعة الا ربع. الاتفاق اتغير، يلا انجز. ما هو طباخ السم بيدوق. استأذنكم انا بقى.